عيلة الجبيلي، وعلى رأسها الأخ الكبير تاجر الموبيليا منصور الجبيلي، صاحب ال3 عمارات وفلوس بالملايين في البنوك. ده غير الأسهم والأراضي. الراجل الذكي اللي ابتدى حياته على عربية كارو بيشتري ويبيع الروبابيكيا، قدر ازاي خلال سنوات قليلة يوصل للدرجة دي من الثراء؟ بيقولوا معجزة هم، لكن زمن المعجزات انتهى، والعقل بيسأل ازاي بياع روبابيكيا يتحول لمليونير في سنوات؟ واخواته كمان اتغيرت احوالهم معاه. فتحي بقى تاجر عطور في العتبة، وسيد فتح له مكتب للتخديم في الجيزة. اما ابراهيم فده اللي ثروته بتساوي تقريبا ثروة اخوه منصور. ابراهيم الجبيلي صاحب مكتب النجمة للسياحة والسفر في وسط البلد، بيركب عربية BMW اخر موديل وليه فيلا في القاهرة وفيلا صيفية في الساحل الشمالي، وعنده عزبة فاكهة. هل من الممكن ان مكتب سفريات بيشغل 3 عربيات على خط القاهرة مرسى مطروح يجيب الفلوس دي كلها؟ مع العلم ان استاذ ابراهيم ما بيعملش اي حاجة غير انه قاعد في المكتب وحاطط رجل على رجل. كوثر الغزال الشارد التركي، بيضة زي البلور، زي ما تكون بتتغدى من الضوء. عينيها حزينة ورموشها سودة، وشفايفها زي حبات الكريز. مش من الظلم انها تكون مرات منصور الجبيلي وهي في ال20 من عمرها وهو ابن ال50. اكيد امها سعادات هانم هي اللي اقنعتها ودبرت جوازتها من منصور علشان تتنغنغ في الخير، وتفضل رايحة جاية مسافرة من مصر لتركيا. دي بتسافر مرتين في الشهر. ايه اللي يخلي سعادات ست جميلة في اواخر الثلاثينات تسيب بيتها وولادها وجوزها في اسطنبول علشان تعيش مع بنتها وجوزها منصور الجبيلي طول الوقت؟ سعادات بجمالها الملفت للنظر وانوثتها الطاغية، اي حد يشوفها مع كوثر مش هيصدق انها امها. ازاي تستريح انها تعيش في بيت جوز بنتها طول الوقت؟ انما كوثر عكس امها تماما. كوثر فراشة بريئة، دي مش بتمشي على الارض، دي بتطير. كل ما ببص لها تندهلي بعينيها وتقول لي اقتله وخدني، انا ليك، انا هبقى مراتك. قد ايه بحبك يا كوثر، وقد ايه اتمنى منصور يموت بين ايديا دلوقتي. اللي يصبرني اني اشتريت الفيلا اللي جنبكم علشان افضل قريب منك، اتنفس انفاسك واحس بقربك. الصوت ده جاي من فيلا منصور، يا ترى ايه اللي حصل؟
حالة وفاة بسم السيانور. دي الحالة الوحيدة في التسمم اللي بيكون فيها وش الميت متورط بعد الموت. منصور مات؟ ازاي ده حصل يا كوثر؟ معرفش وقع مغمى عليه بعد ما شرب العصير. وده حصل بعد ما شرب العصير فورا؟ لا، بعد دقايق من شربه. اجمعوا كل الأدلة، كل الأكل اللي على الترابيزة، وكل الأوراق والمستندات اللي في مكتب القتيل. تتصور انه حادث قتل ولا انتحار؟ منصور الجبيلي اتقتل أكيد. راجل زيه عنده كل حاجة يتمناها أي راجل في العالم: شهرة وزوجة جميلة وثروة وفلوس ملهاش أول من آخر. تتصور هينتحر ليه؟ ده أكيد اتقتل، بس مين القاتل؟ وإيه هي دوافعه؟ ايه اليوم الحلو ده؟ القدر أعفاني من جريمة كنت بحلم إني ارتكبها. أي واحد يكون عملها تسلم إيده. خلصنا من الروح البغيضة دي. خلاص كوثر هتبقى ليا، ومفيش أي قوة هتحول بيني وبينها. أخيرا هنتجوز ونعلن حبنا لكل الناس. أنا عايش مستني اللحظة دي من زمان. خلاص الكابوس انزاح، مفيش أي حاجة هتفرق بيننا. حضرتك مراد عزمي صديق المتوفي؟ أيوة أنا مراد. أيوة، هو ده دكتور مراد اللي باع السم المنصور. سعادات هانم قالت إن منصور بيه اشترى السم منك عشان يطهر أشجار الفاكهة في الفيلا بتاعته. أيوة أنا بس يا فندم، المادة دي بتتداول طبيعي، وأنا بعتها له كمطهر حشري. بس انت كنت عارف انها مادة سامة، مش كده؟ يا فندم سبق وقلت لك إنها مادة متداولة، وكل تفاتيش الزراعة بتطلبها مننا، وأنا ببيعها عادي، يعني زي ما ببيع الDDT، ودي مادة أكثر سمية منها. لو كان استعملها أحد عملائي لقتل نفسه فأنا ماليش أي دعوة، وأنا بريء من ذنبه. وين حملت نفسك مسؤولية موته ليه؟ أنا سألتك لاستفسار لا غير. ثم إيه اللي خلاك تتصور إنها جريمة انتحار مش قتل؟ مجرد خاطر. مش غريب إنه يخطر لك الخاطر ده؟ علشان هو ما عندوش أعداء. قلتلي هو أنت قريب قوي منه للدرجة دي عشان تعرف إذا كان عنده عدو ولا لأ؟ يعني على حد علمي. تمام، تقدر تروح لبيتك، وبكرة هنطلبك الصبح في النيابة عشان التحقيق. أستاذ مراد، في بينك وبين كوثر زوجة القتيل أي علاقة؟ لا أبدا، إطلاقا مستحيل. تمام،
بس سجل المكالمات بينكم بيقول غير كده. ده انتم بتكلموا بعض طول اليوم. يا ترى ايه اللي بتتكلموا فيه؟ وكمان شهادة البواب اللي قالت انها كانت تتردد على فيلتك باستمرار. انا ما انكرش اني متعاطف معاها ومعجب بيها، بس انا ما قتلتش جوزها منصور، ما قتلتوش ابدا ابدا، ما قتلتوش. اتفضل. نتائج التحليل الكيماوي من العينات المتاخدة من أكل منصور الجبيلي خالية من أي أثر لمادة السيانور. حتى كاس العصير خالي منه، والطب الشرعي بيقول إن سبب الوفاة جرعة عالية من مادة السيانور. طيب وصلت له عن اي طريق لو ما كانتش في الاكل؟ ممكن تكون شهادة كوثر مضللة. ما تنساش إن كوثر طرف تاني منتفع بموته. ايه رأيك يا استاذ مراد؟ هل تشك ان كوثر هي اللي قتلت جوزها منصور الجبيلي؟ مستحيل مستحيل يا فندم، انت ما تعرفش كوثر. دي ملاك، ملاك بيمشي على الارض. سعادات، انت كنت بتحبي منصور؟ منصور خلاص مات، مفيش داعي إننا نتكلم عنه. انا عايز اعرف الحقيقة. حقيقة إيه؟ حقيقة قلبك. أنا نفسي مش عارفة حقيقة قلبي. ممكن تبطل الكلام ده وتستسلم للواقع؟ واقع؟ واقع ايه؟ واقع إننا بقينا لبعض بعد موته. بس شبحه بيطاردنا في كل مكان. وبيطاردنا ليه؟ هو احنا اللي قتلناه؟ انت شايفة اني انا ممكن اقتله؟ انا ممكن تتمد ايدي وتقتل اخويا؟ انت خفت كده ليه؟ ده مجرد كلام. هو أنا ضابط بوليس؟ مستحيل. مستحيل إيه؟ هو إيه المستحيل؟ انه يخطر في بالك اني ممكن اكون انا اللي قتلت اخويا. ومستحيل ليه؟ ما قبيل عملها قبل كده، قتل أخوه علشان واحدة ست، وانت ممكن تكون قتلت أخوك علشان. انت احقر انسانة شفتها في حياتي. خلاص خلينا ننسى الموضوع. مش كفاية صيد؟ احنا خلصنا، خلينا نرجع الأوتيل. تعالي هنا، انا عايز اعرف الحقيقة. قوليلي انك انت اللي قتلتيه. قوليلي انك انت اللي قتلتيه وريحيني. انت عارف كويس قوي اني ما قتلتوش، واني مش ممكن اقتله لاني كنت بحبه. ايوه انت كنت بتحبيه، عشان كده قتلتيه، عشان غيرتك من كوثر. اعترفي. وانت ما تعترفش ليه انه اشتراك واشترى ضميرك واشترى ذمتك واشترى سامحيني يا حبيبتي. انا اتجننت لما قلت انك كنت بتحبيه. انت مش عارفه انا بحبك قد ايه، مش عارفه.
مدام كوثر، فتحي بيه جوه وعايز يشوف حضرتك. أنا نازلة حالا. ازيك يا كوثر؟ مش احسن دلوقتي؟ أحسن. انا جبت لك عطر جديد هيكون قنبلة الموسم. انت عارفة انا نويت اسميه ايه؟ هتسميه سعادات طبعا. هتسميه كوثر. أشكرك. كوثر ارجوكي، انت بتتكلمي معايا زي ما يكون حد غريب. انت عارفة انا بقصد ايه؟ لا، أنا ما أعرفش حاجة. لا انت عارفة، وعارفة كويس اني بحبك، واني كنت بستنى اليوم ده طول عمري. مش عيب عليك تقول الكلام ده لمرات أخوك، وأخوك ما عداش على وفاته إلا أيام قليلة. هو عاش حياته واخد من الدنيا كل حاجة، الثروة والحظ، وانتي وسعادات كان عايز ياخد ايه اكتر من الدنيا؟ بس خرج منها بولا حاجة. كلنا هنخرج منها بولا حاجة. انا عارف انك بتحبي مراد عزمي، بس ده قاتل. مراد مش قاتل. بس النيابة اتهمته. النيابة تقدر تتهم زي ما تحب، بس هو ما قتلش، وهي دي الحقيقة. وتعرفي منين ان هي دي الحقيقة؟ أنا كل اللي أعرفه إنه ما قتلش منصور. لو ما كانش قتل جوزك، ولو ما كانش قاتل، فلازم تعرفي انه مجنون. مجنون؟ ايوه، مراد بتاعك ده مجنون، ده مدمن على دواء اسمه السيكونال. سيكونال؟ أنا مش عارفة سمعت الاسم ده فين. السيكونال ده عقار مخدر ينتهي بمدمنيه إلى مستشفى الأمراض العقلية. أيوة افتكرت، ده مرة شرب قدامي حبة منه، وقال لي إن بياخده علشان ينساني وينسى عذابه، وإن حبه ليا هيوصله المستشفى المجانين. شفت الطريق اللي انت ماشية فيه هيوصلك لفين؟ بس هو يعمل كده ازاي وهو صيدلي ويعرف مخاطر الإدمان؟ ما هو السكير كمان بيعرف انه الخمر هتقتله، ومع كده بيشربها. ده شخص مجنون ولا يمكن يكون عاقل. وده اللي حبيته فيه، بيعيش الحياة بكل قلبه، بيعيشها من غير عقل، عكس منصور وعكسكم كلكم. انتوا يا عيلة الجبيلي مش بتحرككم حاجة إلا المصلحة والشهوة. انتوا عايشين الدنيا بعقولكم، بتعيشوا حياة عايزة علشان عمر الحب ما دخل قلوبكم. على الأقل احنا مش زيه، هنروح لمستشفى المجانين. بس هتروحوا المكان أسوأ من كده. مكان أسوأ؟ تقصدي هنروح لفين؟ تروحوا السجن مثلا. السجن؟ الظاهر مزاجك مش كويس النهاردة، وأفكارك سودة، علشان كده بتفكري في السجن. هو السيكونال ده بيعالج الأرق؟ أيوة بيعالج الأرق الحاد. بتسألي ليه؟ مجرد سؤال. والسيكونال ده بيساعد على النوم؟ أيوة انت عارفة يا كوثر إن مراد بلغ في حد إدمان السيكونال، حد عشان يفكر نفسه إنه بينتحر ببطء ابتدى يملى علبة السيكونال بالسيانور، علشان يفتكر دايما إنه بيتعامل مع سم قاتل، وإنه هيموت لو استمر بتعاطيه علشان يبطل إدمانه. زي صيدلة لما بيخلوا صورة جمجمة وعظمتين على أزاز السم. بتقول ايه؟ بتقول انه بيملى علبة السيكونال بالسيانور؟ أيوة أنت مش مصدقاني؟ طب حتى اسأليه. الله، مالك؟ اصفريته هيغمى عليكي. كوثر 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 كوثر،
اصحي اصحي، جرالك ايه يا كوثر؟ مفيش حاجة، بس الصداع بيجيلي من وقت للتاني. أعتقد إنه بسبب قلة الأكل في اليومين دول. أنا لازم أروح أرتاح في أوضتي، عن إذنك. مراد، ليه عملت كده؟ العلبة اللي اديتهاني كان فيها موت منصور. أنا ما كنتش أعرف إن السيكونال اللي طلبته منك هو سم قاتل. أنا كنت عاوزاه ينام علشان أجيلك. يا ست يا ست، ايه لما تقفل البيت ده يا ست؟ انت طلبتني؟ اللغز اتحل خلاص. الأنبولة دي هتحكي لنا القصة كلها. قصة ايه؟ قصة عيلة الجبيلي كلها. انا مش فاهم حاجة. دي أنبولة مورفين عثرنا عليها بين الأشياء في مكتب القتيل. وايه الغرابة في ان تكون أنبولة مورفين موجودة في بيت منصور الجبيلي؟ انت عارف انه مصاب بالتهاب مزمن في الكلى، وعنده مغص كلوي بيجيله من مدة للتانية. مفيش أي غرابة في إنه يكون في بيته أنبولة مورفين. الغرابة إن الأنبولة دي ما تشبهش أي أنبولة مصنعة هنا أو مستوردة. لسه مش فاهم حاجة. هتفهم كويس لو قلتلك إن الأنبولة دي بتتصنع في فرن خاص في مصنع عطور فتحي الجبيلي. فتحي الجبيلي صاحب مصنع العطور؟ بالظبط، ودي الواجهة اللي بيختفي وراها. يصنع العطور وأزايز العطور في الظاهر، وفي الحقيقة هو بيدير معمل لاستخلاص وتعبئة أنبولات المورفين. طيب هو بيجيب الخامات اللازمة لاستخلاص المورفين دي منين؟ هنا يجي دور الأخ التاني إبراهيم الجبيلي، صاحب مكتب النجمة للسفريات اللي بتشغل تاكسيات على خط القاهرة مرسى مطروح عشان ينقل الركاب في الظاهر، وهو بينقل الأفيون المهرب من الساحل ومن الصحراء. ولو تعذر عليه التهريب بالطريقة دي فيسافر الغردقة ويروح ينزل في الشيراتون ومعاه أدوات صيد السمك زي أي سائح، ويركب اللانش الخاص بتاعه ويخرج تحت جنح الظلام عشان يتلقى البضاعة المهربة من سينا ويعود بيها في حقيبة كبيرة على إنها السمك اللي اصطاده. يا ولادي الايه، طب هما بيوزعوا السيل الكبير من المخدرات ده ازاي؟ هنا بقى يجي دور الأخ الثالث سيد الجبيلي، صاحب مكتب التخديم في الجيزة. في المكتب ده بيجتمع الصبيان والبنات بتوعه ويبعتهم للبيوت يوزعوا الحاجة على هيئة خدم بأجور يومية. التنظيم ده جهنمي. بس ايه دور سعادات في الموضوع ده؟ سعادات وبجواز سفرها التركي بتسافر لتركيا مرتين في الشهر، وبتقوم بدور همزة الوصل بين عصابة التهريب المحلية وشبكة التهريب العالمية. انت تعرف انها شريكة بالنص في اي عملية، وكل مرة تخرج فيها تاخد نصيبها من الارباح وتحطه كسبائك ذهب في بنوك سويسرا، وبكده يتحقق الهدف المرسوم بحذافيره: التخريب من ناحيتين، تخريب الجيل الجديد ونزع الثروة القومية أول بأول. ده فظيع، دول مجرمين متأصلين. بس أنا ما فهمتش لحد دلوقتي سر مقتل منصور الجبيلي.
حادث مقتل منصور الجبيلي حادث فريد من نوعه، هو قتل بدون قاتل وجريمة بدون فاعل. دي بقى مسألة محتاجة توضيح. انت عارف مراد عزمي الصيدلي كان بيتعاطى السيكونال، ولما وصل حد من الإدمان لقى طريقة عشان يتوقف فيها عن التعاطي. كان بيملى علبة المخدر بالسيانور القاتل عشان يفكر نفسه انه لو اخده هيموت، وبكده يقلع عن الإدمان. وهو كان بيتلاقى مع كوثر وكانت بينهم علاقة، وكانت بتروح له البيت. وفي مرة طلبت منه انه يديها منوم قوي عشان تقدر تنوم جوزها وتجيله، فادها العلبة اللي فيها السيانور، وهي بدورها ادت لجوزها قرص منه على اساس انها تنومه من غير ما تعرف انه اللي في العلبة دي سم. تقصد تقول ان هو اداها العلبة اللي فيها السم وهو كان عارف انها هتدي منها لجوزها وبكده يتخلص من غريمه؟ ما اعتقدش، اعتقد انه نسي، لانه كان فكره مشوش جدا وكانت بدأت تظهر عليه اعراض الانسحاب من الادمان. لانه لو كان اداها السم عشان تخلص بيه على جوزها كان على الاقل حذرها انه سم، لان في احتمال ولو 1% انها هتستعمله لنفسها، وهو مش هيجازف المجازفة دي. ايوه بس ده ما يعرفوش من انه قاتل. ايوه، لكن الجريمة هتتحول من جريمة سبق الترصد والعمد إلى جريمة اللاوعي، وهي جريمة لا تقع في اختصاص القضاء وإنما تقع في اختصاص الله عز وجل الذي يحاكم بالنوايا الباطنة قبل الأفعال. دي حادثة أغرب من الخيال. طب تقدر تقولي مين اللي ورا الجماعة دي كلها؟ مين رئيس العصابة دي؟ مش هتصدق لو قلتلك. مين؟ الملاك الرقيق الفراشة. ايه؟ مش معقول، كوثر؟ بنت سعادات؟ كوثر أو راشيل الاسم الحقيقي ليها. وعلى فكرة هي مش بنت سعادات، دي إسرائيلية ورقاصة كباريه من الدرجة الثالثة. قلتلي، وبكده اتضحت كل الخيوط. راشيل امرأة بلا ولاء وبلا وطن، مستعدة تعمل أي حاجة